يا رتال، مالك كده بتجري ليه كده وبتمدي؟ مالك في ايه؟ شايفة يا روانة؟ يلا بصي عملت ازاي. شكلها جميل جدا يا محمد. يا محمد انت قاعد عايزه ايه يا بنتي يا رتال؟ مالك كده بتجري ليه كده وبتمدي؟ مالك في ايه؟ المدرسه طلبت شويه حاجات للعيال. حاضر، هاتي الورقة اشوفها. استني يا حماتي اشوف انا. باين عليها طلبات المدرسه يا محمد. دي شويه حاجات بسيطه، ربنا ما يقدركش هاتي تجيبهم. بس يا حماتي، حاجات بسيطة ايه ده؟ انا لسه دافع مصاريف البيت والكهرباء والنت. ايه يعني مش هتجيب لابنك حاجه؟ ودي حاجات بسيطة. 10 كراسة 60 ورقة، 5 كراسة 40 ورقة انجليزي، 4 قلم جاف ازرق، 4 قلم جاف احمر، فتح يا بنت فتح. 4 قلم جاف اسود، 4 قلم رصاص. ليه رايحين ايه؟ امتحانات ثانوية عامة. ايه 2 جومة، 2 براية، 2 مسطرة، 20 جلاد احمر واخضر، 1 لانش بوكس، 1 زمزمية، 10 اكياس تغليف. ابني؟ دي حاجات مدرستنا، يعني هتسيبه وما تجيبلوش حاجه من الحاجات دي؟ لا طبعا يا حماتي هجيب له، بس بالعقل مش كده. طالما بخيل هات له الحاجات كلها ما تبقاش بخيل، ما تبخلش. ازاي يعني يا حماتي؟ انت مش عارفة حاجة، بس اسكتي. انت يا محمد عايز تودي ابنك المدرسه من غير اي حاجه؟ عايز زمايله يتريقوا عليه في المدرسه؟ لا يا بابا كنت عايزه شنطه، وهات لي لبنتك شنطه، ما هي عايزه شنطه يا كمان. القديمة لسه كويسة يا روان. لا وانا عايزك تجيب لي شنطه. يعني انت راضي بذمتك تودي بنتك المدرسه وزمايلها يضحكوا عليها بشنطه قديمه؟ الشنطة القديمة فيها ايه يعني؟ يا محمد البنت لازم تفرح. ايه، هي رايحة المدرسة ولا رايحة مسابقة ازياء يا حماتي؟ مش معنى يعني يا بابا جبت العيان ولا لا؟ ايوه بالحق بنتك كمان تستاهل. عارف والله اللي هي تستاهل، بس كل بني ادم وليه طاقة يا حماتي. وبعد اذنك ما تتدخليش بقى بيني وبين عيالي. صبري بقى. يعني بابا مش هيجيب لي شنطه؟ اصبري بس على ريقك وانا هقنعك ان شاء الله يا تيتا. يا محمد انت نسيت اللانش بوكس ده اللي بيقول عليه بتاع الاكل. حاضر يا حماتي. الله يرحم الكيسه، كانت مالها الكيسه؟ وما تنسيش ازازه الميه. حاضر يا حماتي. اه صح، والجزمه. حاضر يا حماتي. اه صح، والزي المدرسي. حاضر يا حماتي. ايه صح يا محمد؟ هو كاتبين لك على انا الحاجات. شايف انك تروح تقعدي يا حماتي عشان دماغي صدعي ودماغي مش قادر. اقعدي اقعدي اتفضلي. انتوا اللي غلطانين. انا هنجيب لهم كل حاجه، هم ولادي والله، وانا عارف انا هجيب لهم ايه. اهو اتفقوا مع بعض. اه صح يا محمد، هو انك هيروح يعني بالهدوم القديمة؟ لسه كويسه يا حماتي. يا لهوي يا محمد، انت ليه بتنمي تبخل علينا كده اهو؟ كده ليه بس يا؟ انا بحاول اسوي المصاريف الاول يا حماتي لما احسب الحاجه اللي جايبينها ديت. قرصات ادي 100، لانش بوكس ب100. طب انت هتعمل ايه دلوقتي يا محمد؟ بص يا رتال، انا دلوقتي وصلت لحد 1450 ومفيش لسه الشنطه. انا دلوقتي لو جبت الحاجات دي كلها الشهر هيأزم معانا، هنكفي الشهر منين؟ ما انا عارفة، بس هنعمل ايه بقى من المدارس؟ ما انا عارف يا رتال، بس الميزانيه مش مستحمله. انت بتتكلم في ايه؟ ده دول عيالك. انا عارف والله اللي دول عيالي، وعيالي دول مسؤوليتي، بس على قد امكانياتي. برضك ما فاكش الفايدة يا محمد. بابا ايه يا هو روان؟ انت معكش فلوس؟ والله يا روان انا معايا فلوس، الفلوس قربت تخلص والشهر لسه بدري عليه. بص يا بابا، انا مش عايزه شنطه ولا لانش بوكس، انا هلبسهم اللي بتاع السنه اللي فاتت، وهلبس الهدوم بتاعت السنه اللي فاتت برضه. شاطره يا روان، وانا السنه الجايه هجيب لك ان شاء الله. حبيبتي يا اختي. يا عكوسه عامله فيها حنينه. يا تيتا بابا معهوش فلوس،
معهوش يا فلوس يا موكوسة. انت المفروض تقعدي جنبه وتقولي له لا ده انا عايزة كده وكده وكده، خليك انت اللي موكوسة. فين ريان؟ كان زمانه وجاب. خلاص يا امي، محمد بس مزنوق السنة دي، هم يحضروا بحاجات السنة دي وبس كده. طيب يا موكوسة خليك انت على كده. مش على هواكي طبعا الكلام يا حماتي. بقى يا محمد ما تنساش تغير السفرة اللي انت قاعد عليها دي. السفرة مالها ومال حاجة المدارس؟ ده انتوا حاجة تزهق. انا ماشي. على مهلك شوية، دي السفرة الكراسي كلها متكسرة، مش لازم تغيرها.